ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. وعايز أتكلم النهاردة عن موضوع بيشغلني دائما، هو موضوع الحرية وكيف جاءت في الإسلام وما هي أنواع الحرية. أول نقاط الحرية التي جاءت في الإسلام كانت في حرية القول وحرية الفكر، وجعل ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام حرية، حق لكل إنسان على أن يستعمل هذه الحرية. وكانت حرية القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تشوف شيء خطأ أو معصية أحد بيزاولها أو يمارسها على العادة أو الاعتياد، حتى قال في سورة آل عمران الآية 104: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كما احتتم أو كما قصد الإسلام في هذه النقطة أن المسلم الذي ينطق بالحق خير من الذي يردد الباطل أو يجهر به. تاني نقطة أن هذا النطق بالحق أفضل من سكوت الناس، وأن من يجهر بالحق خير من الذي يجهر بالباطل ويجهر به إذا توارت الأصوات وخفتت الألفاظ. يعني المقصد أن قول الحق عند الله سبحانه وتعالى جاء بأمر وضرورة شرعية حسن الله عليها في الإسلام. طب وبرضو قول سيدنا رسول الله خير معلم الناس قال: ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فقلب لسانه، وإن لم يستطع فهيغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال لك أضعف الإيمان اللي هو بالقلب في الآخر. طب وما بالك وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا تسليما: أفضل الجهاد كلمة الحق، وكلمة الحق عند سلطان جائر. وكلمة سلطان جائر معناها في اللغة العربية سلطان ظالم وفاسد. وكما نهى الإسلام عن تحقير النفس، في ذكر الحتة دي قال لك إن الإنسان لا يحتقر من كون نفسه حتى لو كان سيء، أو إنه يجهر بالاحتقار الآخرين ويتواضع لله. الإنسان كلما ارتفع تواضع. وفي ذلك وقال الله قال تعالى في سورة سبأ الآية 46: قال: قل إنما أعظكم بوحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني المقصد ربنا سبحانه وتعالى بيعظك مرة 2 و3 و4 وتفكر واعرف مين اللي هيكون صاحبك للجنة ومين الصاحب الصالح اللي هياخدك لطريق الجنة. وكان من أهم شرائع الإسلام أو الحاجات اللي كانت في الشريعة الإسلامية إن كان بيدعو المسلم لا يحقر أحدا. وقال: يا رسول الله وكيف لا يحقر أحدنا نفسه؟ وإزاي تحقر نفسك؟ قال: أن يرى الإنسان فعلا ثم لا يقول فيه خيرا، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. يعني خاف على نفسك من احتقارك لنفسك تحتقرك. وانت برضو في الذكر الثاني قال لك ايه: وقد وضع الإسلام ضوابط في القول وفي الحرية حتى لا تخرج عن إطار القيم المجتمعية والفضائل والأخلاق. طب الكلام ده كويس جدا. قال لك: ولا تعتدي على حقوق الآخرين. يعني ما يبقاش حرية القول بتاعتك انك تعتدي على غيرك بمجرد انك لقيته بيعمل حاجة غلط. ودي من أساسيات النقد، وازاي يبقى فيه نقد
في السر مش في العلن. ما تجيش مثلا تلاقي واحد صاحبك بيعمل حاجه غلط تقول له ده انت مثلا بتشرب سجاير وسط كل زمايلك، فزمايلك كلهم يعرفوا ان هو بيعمل حاجه غلط، فانت كده ضريته ما نفعتوش وهو ممكن يزعل منك. فليه؟ وقال لك في الحته دي اطار القيم والفضائل الانسانيه، قال لك الانسان كمان لازم يخلي حريته واقفة عند حدود معينة ولا يجعلها تتعارض مع حرية الآخرين أو الصالح العام، ما يأذيش الناس. يعني ما يبقاش عنده حرية في القول، يبقى صريح جدا فيأذي الآخرين. تاني حاجة حرية الاعتقاد، وجاء ده في الإسلام، قال لك الإسلام لا يكره الناس على الدين. في سورة البقرة الآية 256 فيها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كلمة الغي دي معناها من يعني ايه؟ من اللي مش مفهوم. الرشد يعني العقلانية، الصلاح. وقال لك ان الاسلام جاء بحرية اعتقاد. وفي الآية اللي هي الآية بتاعت مش متذكر، بس هي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول للقوم الكافرين لكم دينكم ولي دين، ولا أنتم لكم علاقة بديني ولا أنا لي علاقة بدينكم، وإحنا مش هنصلح في بعضينا. إن أردت أن تفهم معنى الحرية في المجتمع الإسلامي في أجمل معانيها، هتشوف الحرية دي في دراسة الأقوام السابقة. وقال لك برضو في إن الإنسان لم يجبر أحدا على دين، ولكن كان بيوضح ويعرض الدين الإسلامي على أكمل وجه. لأن الدين الإسلامي برضو ما كانش يجبر أحد. في سورة النحل الآية 125 بالظبط كان فيها الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بدون إكراه، بدون تجبر على اللي قدامك، وما تخفيش أو تظلم اللي قدامك. وقال لك المبدأ ده فيه تكريم للإنسان، الإنسان ده له صفة وله حرية وله عقل وله إنسانية. وقال لك إن أنت كمان تحترم إرادة ومشاعر غيرك وحريته الشخصية ومساحته، يعني ما تجبروش. وهنتكلم إن شاء الله في حرية التفكير اللقاء القادم إن شاء الله. وعايز أقول آية بسيطة جدا أتمنى يا ريت نفهمها. سورة العلق بدايتها كانت بتقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم. يا ريت نقرأ قرآن كريم، يا ريت نتصفح ونقرأ ونتعلم من الدين الإسلامي بتاعنا، ونقرأ قرآن ولعله شفيعنا من الجنة. يا رب الفيديو ده يعجبكم، وإن شاء الله هنكمل حتى في حرية التفكير في اللقاء القادم. السلام عليكم.